الجزء الاول في موضوعنا من الثلاث مواضيع اللي احنا هنتكلم فيهم هو الاحلام والهبوط، اللي هم هيودونا للجزء الثالث للرصد. رقم واحد الاحلام والناس اللي بتشوف، و90% من الناس اللي حفرت وما زالت لسه بتحفر وحفرت على اقتناع بسبب الحلم اللي بيشوفه، او ان في حد تعبان في البيت، او ان الشخص ده اللي بيحلم او اللي تعبان يقول لك والله انا كل يوم او كل فترة او حاجات معينة ناس تاخدني وتنزلني تحت الارض واشوف ذهب واشوف المقبرة وامشي في سراديب. في ناس الموضوع بيقف معاها لحد هنا، وفي ناس يعني بيتطور معاها الموضوع وبيوصل لهستيريا وبيوصل لحاجات غريبة كده، وناس تانية الموضوع بيتطور معاها ان يتخيل لها ان في كلمات فرعونية تنكتب على جسمها او على الجدران، او شوية شخبطة كده يجي يقول لك بص دي الخريطة، اصل الملك عايزة تسلمني المكان، اصل الملك مش عارف ايه، اصل الناس اللي هي بتتكلم من منظور ايه، اصل ربنا بعت لي رساله. يعني انا ما تهيأليش ان ربنا هيبعت لك رساله يقول لك احفر. رقم واحد يا صديقي، الاحلام دي بتجيلك ممكن تخزين عقل باطن، فركن دي خالص يا باشا. الرؤيه قبل الفجر مش بعد الفجر. فالقصه يا ابن عمي رقم واحد هي عقل باطن. رقم اتنين وده الاهم والمهم، ان اللي بيقول ان انا بحلم معظمهم 70% منهم ستات. الموضوع ده اللي بيقول لك دايما هتلاقيه يقول لك مراتي، بنتي، اختي، مش عارف ايه، مرات اخويا، مرات مش عارف مين، ام مين، دايما يسمي لك كده الام، الاخت، الاب، مش نساء كلهم عموما. هي تيجي تتكلم تقول لك والله اصلا انا بشوف وبحلم وبعمل. ده يا ابن عمي تلاعب من الشيطان. الحاجات اللي بيجي لك في الاحلام ده هي تلاعب من الشيطان، اكترها تلاعب من الشيطان. ولما هو بيلاقي ان التأثير جاب معاك اكتر، فيبدأ بقى يشغلك، يبدأ يعمل لك رسومات، يبدأ يهيئ لك ان حضرتك بتنزل تحت الارض والكلام ده. الجزء الثالث بتاعها والاخطر من ده كله، ان الشخص اللي بيحلم ده او اللي بينزل او اللي بيشوف او اللي بيكلم زي هو بيقول انا بكلمهم تحت وبعمل لهم وبخليلهم وهم بيخلوا لي ويسووا لي، ان حضرتك حضرتك مصاب بسحر او بتلبس او باي شيء، وهو ده اللي بيهيئ لك القصه دي. يا اما هو زي ما بيتقال كده بيتحرش بيك، بيحاول انه هو يتلبسك، او هو فعلا تلبس الجسد خلاص وبدأ يوهمك بالقصة دي. ايه بقى علاقتها يا عم احمد بالاثار؟ ملهاش علاقة. انا كل شيخ اجيبه يقول لي الرصد هو اللي اذي عيالك، انا بس همشي معاك خطوة خطوة وقدام هعرفك ان كل ده هلس، او اللي اذيهم او اللي مش عارف يخليهم يشوفهم او ينزلهم هو الرصد. عرفت بقى ان الاحلام والهبوط هو اللي هيوديك لسكة حاجة اسمها تعرف رصد وتعرف مش عارف ايه وتعرف حفر وتعرف. فتبدأ حضرتك تدور على السبب اللي بيخلي سواء الشخص ده راجل او ست ليه يقول الكلام ده. معظم الشعب المصري هو بالاساس سواء بيحفر على اثار ولا ما بيحفرش، لو سألته هيقول لك انا معايا خدمة. فتبدأ حضرتك تدور على حد يحلل لك او يفهمك او يقول لك سبب الرؤية او الحلم او اللي انت بتنزل تحت او بتشوفه او الكلام ده، سواء انت ليك او بغير. وطبعا انت من غير ما تحكي اصلا اي حاجه بيجي على طول يربطها لك بالاثار. انت كده عندك مقبره تحت، ده اللي لابسك الرصد. ايه الرصد ده بقى؟ ايه الرصد ده يا شيخ ولا يا دكتور ولا يا لا؟ الرصد ده الحارس بتاع المكان. تبدا عمليه الحفر يا ابن عمي. طبعا بعد ما تخش بقى قصه هات لي حته تراب، هات لي شويه تراب من الارض، او هات لي زلطايه، او هات لي حجرايه، او هات لي مش عارف ايه. سيبني بقى اخد ودي مع الجماعه نشوفوا ايه الدنيا، واسبوع يرد عليك انا عملت تصالح مع والفيلم ده والبخور والكلام ده كله، وتعدي على المراحل دي يا ابن عمي، وتيجي بقى للي انا عايزك تجيله. عايز كام متر يا شيخ؟ انت نزلت متر 3 و5 و7 و10 مظبوط، سواء لقيت شواهد او ما لقيتش شواهد، سواء لقيت تربة متغيرة وألوانها بتتغير أو ثابتة معاك، لقيت مقابر، لقيت مباني. لا طبعا انت عارف ان المقابر عبارة عن مباني. طب لقيتها؟ لا ما لقيتهاش. يبقى الحلم اصلا ما كانش رسالة من ربنا وربنا بيقول لك روح احفر، ولا الرصد اصلا، ولا في اصلا مقبرة تحت بيتك عشان الرصد يمسك في اهل بيتك ولا يتعارك معاهم، ولا اصلا من الاساس في دفن عندك عشان نقول سببه القصه اللي بتحصل دي كلها. طب انت ايش عرفك؟ يعني ما انت بتقول كلام وخلاص. طب ماشي، نزلت كم مره يا عم الحاج في بيتك؟
نزلت مش عارف في الاوضه دي وفي الاوضه دي، نزلت بتاع 4-5 مرات. حلو، الحصيله كامله في كل مره كام متر؟ 5 6 7 ماشي، متوسط يا عم قول 5. حصيله الشواهد كلها ايه؟ شويه شقف وطوبتين وعظميتين. المهم في ال4-5 نقر اللي انت نزلت بيهم واللي هم في مساحه البيت كلها، مظبوط؟ لقيت مباني؟ لا ما لقيتش. يبقى انت ما عندكش مقبره. ده انت مش بس حفرت تحت بيتك، لا ده انت دخلت في كل حفره، فاهم؟ كل حفره نزلتها، دخلت شمال ويمين، يعني انت رحت تحت واتشعبت تحت بيوت الناس. صح يا عم؟ امال ده انا كنت هوصل لاخر للطرعه على العزبه عندنا. طب لما انت رحت لاخر العزبه عندكم وما لقيتش حاجه، مستمر ليه وطالع تقول ان ربنا بعت لي رساله عن طريق الحلم ان انا احفر؟ انت عارف الاحلام دي لو ليها رابط بالاثار كانت هيئه الاثار راحت باتت في الاماكن الاثريه وكل واحد يحلم يحفروا مكانه. أنا بس نفسي أفهم حاجة واحدة، الأحلام دي ما بتظهرش ليه غير في البيوت أو مع الناس الغلابة أو مع الناس الطيبة؟ ليه ما سمعناش إن عالم مصريات اكتشف المكان الفلاني ولما سألوه قال والله أنا حلمت أو راودتني أحلام كتير عن الموضوع ده، فرحت أخرجت تصريح تنقيب فنقبت فاكتشفت المكان؟ ليه بس مع الغلابة؟ أقول لك أنا ليه يا صديقي مع الغلابة؟ لأن دي سبوبة ودايرة يا صديقي، لقمة عيش ناس كتير. هو ما خسرنيش حاجة على فكرة، وهو كونه إن ينزلك 3 4 5 مرات ويصرفك خنازير بكام ألف وأكل وشرب وحقن ومعرفش إيه والكلام ده، كده ما غرمكش؟ غرمك، ما هو همكش وضحك عليك وفي الآخر قال لك الرصد تقيل عليا بعد ما كان بيقول لك في البداية ده سهل والرصد في جيبنا وهنطلعها. على فكرة انت بتسد في نفسنا على طول وبتكسر مقادفنا ومش عارف ايه، وانت مش عايز لنا الخير. ليه مش عايز لك الخير يا حبيبي؟ انا بقول لك ما تتعلقش بأمل مش موجود. انت من البداية مش عندك مقبرة، يبقى ما تعلقش بحاجة. لما تعلق اتعلق بحاجة صح. اما انت من الاساس يا صديقي لا عندك مقبرة ولا عندك دفن ولا في رصد ولا في القصة دي من الاساس. اسمع مني يا ابن عمي، ما تضيعش نفسك وفلوسك ومجهودك على الفاضي. المقابر عبارة عن مباني، سواء بقى قالك أصل في رصد أو ما فيش رصد، سيبك من القصة دي. مباني، حفرت ما لقيتش مباني، ما عنديش مقبرة. ما تجريش ورا الوهم، ما تجريش ورا القصة دي، لأن دي سبوبة داير عليك وعليهم. لما أقعد شهرين هنا وشهرين هنا وشهرين هنا واخد من ده مبلغ واخد من ده مبلغ واخد من ده مبلغ، فدي سبوبة يا ابن عمي وداير عليك. نصيحة مني، ما تجريش ورا قصة الأحلام، لأن 90% من الناس اللي بتقول أنا بحلم فهو ده طلع بشيطان. أنا أحمد سفاري ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول. السلام عليكم.